السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم النهاردة إن شاء الله الفصل الثالث من الجزء الثاني من قصة سرداب فوريك. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: تفتكروا يا ترى الرحلة من بيجانا لأماريتا هتقعد قد ايه؟ ويا ترى أسيل هيكون مصيرها ايه هناك؟ ودلوقتي أول كومنت معانا من الكومنتات بتاعتكم. الكومنت من عائشة محمد، وبتقول: أنا كنت متوقعة إن مسافتها شبه من زيكو للبيجانا، بلس هيفضلوا يومين تقريبا في السفينة، بلس أما بقى مصير أسيل في أماريتا فمش هيبقى كويس إلى حد ما لأنها ما تعرفش حد هناك. وبتقول كمان: بحبك جدا انتي ورواياتك. تسلميلي يا قمر، أنا كمان بحبك جدا وبحب كومنتاتك القمر اللي شبهك دي. والكومنت اللي بعده من روان رامي، بتقول: شكل كده المسافة لأماريتا طويلة، ويا ترى أسيل هتعمل ايه وهي ما تعرفش حد هناك. وبتقول كمان: الرواية جميلة جدا وفعلا من أحسن الروايات اللي سمعتها. تسلمي يا قمر، انتي اللي جميلة. والكومنت اللي بعده والأخير من ياسمين عادل، بتقول: بصراحة ما توقعتش تكون بعيدة كده، وممكن يوصلوا لأماريتا في 3 أيام أو يومين، والرواية حلوة جدا. تسلمي يا قمر، انتي اللي جميلة. ودلوقتي بقى بعد ما خلصنا الكومنتات بتاعتكم نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني أو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ. وقفنا في الفصل اللي فات لما أسيل وقمر كانوا في العربية، وقمر كانت نايمة، ولما صحيت شافت السفينة الضخمة وسألت أسيل: ما هذا؟ إنها السفينة التي ستحملنا إلى أماريتا. هل ستحمل القافلة جميعها؟ يبدو كذلك، جاوبتها أسيل وهي سرحانة لأنها ما كانتش متوقعة إن أماريتا تكون بعيدة للدرجة دي. وفضلت تبص على العربيات اللي بتتحرك للسفينة، وبعدين بترجع الخيول لوحدها مع الجنود، وبعدين حركت عينيها للبحر اللي مش باين له نهاية، وكملت سرحانها لحد ما ضرب قائد العربية خيول عربيتها بالصوت بتاعه، فاتحركت بيهم ناحية السفينة، وعدت اللوح الخشبي. بعدين وقفت فوق جنب باقي العربيات اللي فيها مساجين، ونزل جنديين العربية ورجعوا بخيولها مع القائد. وبعدين جت العربية الأخيرة، فانتشر الجنود الأمريكيين حوالين العربيات وثبتوا عجلاتها بحلقات معدنية كبيرة كانت منتشرة على سطح السفينة. واتشال اللوح الخشبي اللي بين السفينة وجسرها، وفي السفينة من فوق وقف القائد الأمريكي الشاب وودع قائد الحرس البيجاني اللي اترص هو وجنوده على الشاطئ، قبل ما يلتفت للعربيات المرصوصة حوالين صار السفينة ويقول بصوت عالي للرجالة بتوعه: فلترفع الأشرعة إلى أماريتا. أشرقت شمس اليوم الخامس، وكانت سفينة المساجين لسه ماشية في بحر مينجا، وزاد تعب أسيل بعد ما جالها دوار ما حسيتش بيه قبل كده. كانت بتسمع عن دوار البحر لكنها ما كانتش تعرف إنه جديد كده، وبكت من القرف بعد ما تقيأ عليها أكتر من سجين وتغرق شعرها ووشها ومعطفها بالقيء بتاعهم وريحته العفنة، هي وقمر اللي استسلمت للنوم من غير ما تهتم بالريحة دي أو ريحة البول المنتشرة في العربية. وبعدين صحتها أسيل لما ظهرت هضاب ريكاتا في الأفق. كانت هضاب ريكاتا الحصن الشمالي الحقيقي لأماريتا، غابة من هضاب كتيرة وسط بحر مينجا، بينها ممرات مائية متشعبة ومتداخلة معروفة بمتاهة ريكاتا. بينها ممر وحيد آمن بيتبدل مع الطقس، محدش يعرفه غير قادة أماريتا والبحارين بتوعها، واللي بيتوه فيه مصيره بيكون الغرق كده كده، لأن في دوامات مينجا العنيفة اللي بتبين غضب البحر، وفي زيها بره الهضاب كمان. أما سفن التجارة اللي من بره أماريتا كانت بتقف في مرسى موجود عند الهضبة الأولى، وبتبدل تجارتها مع سفن أماريتية بتعدي المتاهة من وإلى أماريتا.
دخلت السفينة وسط الهضاب وقلت سرعتها بعد ما نزل شراعها الرئيسي ونزلت مجاديفها في المية، وعدت أولى هضابها وانحرفت ناحية الشرق، وبدأت تعدي من هضاب كتير وممرات مائية ضيقة، وبعدين لفت بالراحة حوالين هضبة أقصر من الباقيين، وبعدين مشيت في طريق متعرج بين هضاب تانية في اتجاه الجنوب الغربي، وبعدين عدت وانحرفت في اتجاه الجنوب الشرقي. وكانت أسيل بتمسك في اللي حواليها وفي خشب العربية اللي اتهزت جامد مع انحرافات السفينة، واتكومت قمر ولزقت فيها هي كمان. وبعدين قرب منهم بحار عجوز طلع العربية ومعاه إزازة عشان يسقي المساجين ويشربهم، ولما شافهم خايفين ميل عليهم وقال لهم بصوت واطي: لا تخافا، إنها متاهة ريكاتا. فقالت قمر: أشعر أننا ندور في الدائرة ذاتها، ماذا لو لم نستطع عبور المتاهة؟ فضحك العجوز وقال لها: إن بحاري أماريتا يعلمون طريقهم إلى بلدهم، ستعلمان لاحقا أن هذا الممر أحد أسرار قوة بلادنا، لا أحد يعرف هذا الممر جيدا غير قادتها وبحاروها، حتى هؤلاء الجنود على السفينة إن تركتهم هنا لن يستطيعوا إكمال طريقهم. فقطعته أسيل وقالت له: ربما لأنهم أغبياء. وبصت على المساجين اللي في باقي العربيات اللي كانوا مركزين على الهضاب وكملت: كان عليكم أن تغمضوا أعيننا، لقد رأى الجميع كيف تمر هذه السفينة، وقد يفشي أحدهم هذا السر حين يغادر. فضحك العجوز تاني وقال لها: يغادر؟ لا أحد يغادر. بعدين كمل كلامه وهو بيقوم: سيتبدل هذا الطريق بحلول الليل. عدت السفينة هضاب ريكاتا وكملت إبحارها لمدة 4 أيام تانيين، وفجأة ظهر قدام عين المساجين شاطئ أماريتا ومعاه كتير من مراكب الصيد اللي واقفة جنبه. وبعدين قربت السفينة من جسر خشبي شق طريقه من الشاطئ للمية زي الجسر اللي كان على الجنب التاني، وهديت عشان تقف متعامدة عليه. ورفع البحارين مجادفهم وثبتوا حبالها السميكة في المرسى بعد ما رمى التانيين غطاسها في المية فاستقرت تماما. وبعدين ثبتوا لوح خشبي مائل بينها وبين الجسر. وكان القائد الأماريتي أمر بفك كلبشات المساجين، فطلع على كل عربية 2 من الجنود وفكوهم، وبعدين نزلوا واتحركوا في صفوف ناحية اللوح الخشبي، ووقفوا على شاطئ البحر وحواليهم فرسان أماريتا. وبعدين بدأوا يتحركوا ناحية المدينة على رجلهم، وبينهم أسيل اللي ركزت في باب المدينة المقفول قدامهم وسورها الصخر الضخم جنب الباب من الناحيتين. وبدأت تدور أسئلة في عقلها: إن كان قرارها صح لما جت هنا، وإن سجنها مدى الحياة ورا الباب ده أفضل فعلا من ذبحها على منصة زيكولا. وما شغلش بالها السجين اللي تقيأ عليها تاني، ولا قمر اللي مسكت في دراعها وفضلت تتكلم خايفة من مصيرها المجهول. كان باب أماريتا أكبر من بابين زيكولا وبيجانا مع بعض، باب فولاذي منقوش عليه رموز معرفتش أسيل تفسرها. وأول ما اتفتح الباب اترسم على وشها الدهشة من تحول صحراء الشاطئ اللي وراها للخضرة والبساتين على الجنبين، وبينهم طريق واسع ممهد لحد مباني متناسقة أكتر من اللي شافتها في أي بلد تانية. الكل بدأ يمشي ورحيق ورد البساتين بينعش صدورهم. لوحة من الجمال رسمتها خضرة البساتين والطيور اللي بتطير فوقها، وكمان المباني متلونة بألوان مبهجة قدام عينيهم. وأهل المدينة اللي خرجوا على جنبين الطريق يرحبوا بيهم ترحاب كان مفاجئ. كان الكل بيحرك لهم إيديهم، وأول ما عين مسجون تيجي على عين حد فيهم يقول له مرحبا. واتملت الشبابيك برجالة وستات وأطفال كانوا بيصيحوا مرحبين بيهم. وأول ما المسيرة تعدي من قدام بيوتهم بينزلوا الشارع بسرعة يمشوا جنبهم. فبدأت الابتسامة تظهر على وشوش بعض المساجين، وبينهم قمر اللي استغربت لما لقت بنات المدينة بيهمسوا لبعض ويشاوروا على الرجالة من بجانة. وبعدين بدأت الموسيقى تملأ أرجاء المكان بعد ما انضم العازفين للمسيرة، وبدأت بنات من أماريتا ترقص وتغني مع الموسيقى ترحيبا بالمساجين. كان الكل بيتحرك مع بعض
ما بيفصلش بين غرباء بيجانا وأهالي أماريتا إلا شوية فرسان كانوا موجودين عشان تنظيمهم بس، من غير كلبشات أو قيود، بيقودهم القائد الشاب على حصانه قدامهم. أما أسيل فاختفت بسمتها بعد ما جه على بالها تشابه اللحظات دي مع يوم زيكولا اللي بيبدأ بالغناء والرقص وينتهي بذبح واحد. وبعدين قطع شرودها قمر لما قالت لها بصوت عالي: انظري! وشاورت قدام على قصر ضخم له شبابيك كتير وواجهته رخامية بتلمع مع أشعة الشمس. قدامه ساحة واسعة حواليها سور رخامي رفيع مرصوصة بين أعمدة صخرية منحوتة على مسافات متساوية. كانت المسيرة في طريقها ليه. وصلت المسيرة لحد باب القصر ودخلت، وعليت الموسيقى بعد ما لف العازفين حوالين تمثال رخامي في وسط الساحة. كان لمحارب بارز العضلات رافع ايديه اليمين وماسك سيف شق الهوا، وايده الشمال نازلة لتحت وماسكة راس منحوت من غير جسم، فزاد همس المساجين. وبعدين أمرهم القائد الأماريتي يطلعوا للصفوف الأمامية جنب القصر، وفضل أهل أماريتا في الصفوف الخلفية. وبعدين اتقفل باب الساحة واتحركت ألواح الصور الرخامية الرفيعة حركة ربع دائرية متناسقة عشان تقفله. فاتعزلت الساحة عن اللي بره، ووقفت الموسيقى بعد ما تم إطلاق بوق من واحدة من شبابيك القصر الجانبية. سكت معاه الكل فورا. وبعدين ظهر من الشباك اللي في النص شاب طويل القامة، جسمه قوي وشعره قصير، لابس زي عسكري. فصاح أهل أماريتا بحماس شديد لدقائق، فحياهم بإيديه اليمين وهو مبتسم. وأدركت أسيل إنه الصورة البشرية للتمثال اللي كان دابح واحد، وهمست لها قمر إنه الملك. وبعدين هديت الساحة منتظرين كلامه لفقراء بيجانا. وبكده يكون الفصل بتاعنا النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا. أنا عارفة إن الفصل بتاعنا النهاردة مدته أقل شوية من الطبيعي اللي متعودين عليه، بس معلش. عاوزاكوا بقى دلوقتي تكتبولي في الكومنتات تفتكروا الملك بتاع أماريتا هيقول إيه لفقراء بيجانا، وتفتكروا مصيرهم هيكون إيه في أماريتا. وبس كده. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقية الرواية إن شاء الله. وياريت كمان تسيبولي رأيكم اللطيف في كومنت. وبس كده، أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.